سهيل، الوسم، المربعانية، الشبط، العقارب، هذه هي أسماء المواسم عند العرب، وهذا يدل على ذكائهم وفطنتهم وشدة ملاحظتهم للزمن. فالسنة مكونة من عدد من الأيام، وكل حزمة من هذه الأيام جعلوا لها اسما معينا بين قوسين الموسم. فلو رحت للصين أو الهند أو أوروبا أو أمريكا ما وجدت هذه الأسماء عندهم، فقط عندهم صيف وشتاء وربيع وخريف. وهذه الأسماء مبنية على التقسيم المدني، بمعنى عندهم 12 شهر قسموها على 4 يطلع 3، فكل ال3 شهور تحمل اسما معينا اللي هو الصيف أو الربيع أو الخريف أو الشتاء. أما العرب في شدة ملاحظتهم للسلوكيات الزراعية والحيوانية والحشرية والظواهر الكونية بنوا هذه المواسم عندهم.